مش معقولة أقول لك جوجل is your friend أو صاحب جوجل من غير ما نتعرف كويس على صاحبكم الجدع ده اللي كان وما زال صديقي الصدوق ورفيق دربي في معظم إن ما كانش كل الريسيرش والقراءات اللي بعملها في شغلي. وهو هيكون المثل الحي أو الكيس ستادي الأولى في الكبسولات الجديدة اللي تم تطبيق عليه كل قواعد التخطيط والخطوات وتحديد الأهداف اللي كنا بنتكلم عنها في الحلقات اللي فاتت. خلي بالك، وزي ما سبق وقلت، احنا عبارة عن علامات تجارية وبراندات وبصمات مختلفة ومتفردة تمشي على الأرض بطبيعة تكويننا. يعني من الآخر انت ممكن تكون زي جماعة جوجل، لأن أصل الموضوع مدام في بني أدمين تانيين إخواتنا وصلوا للمراحل العليا دي من تجلي خلق الله وقدراته اللامحدودة وعظمته وإبداعه، ده معناه إن كلنا لدينا الصفات والمواهب المتفردة اللي تخلينا نوصل ونحقق رسالتنا وشغفنا ونكون مفيدين، وحياتنا وأعمالنا تكون إضافة قيمة لكل اللي حوالينا، حتى لو على مستوى الأهل والأصدقاء والدايرة القريبة فقط.